انا اليوم بغيت نعاود لك القصه ديال واحد الولد صيفط ليا واحد الميساج في واتساب، والقصه ديالو اثرت فيا، وبغيت نعاود لك القصه ديالو. سورتو انه منين قال ليا انه الوالده ديالو سمحات فيه هو باقي صغير. ملي كتكون ما كبرتيش مع شي واحد من والديك كتكون صعيبه شويه، واخا هو باقي تيكبر وباقي في عمره 16 عام. وبغيتك حتى انت اللي كتفرج فيا تعتبره بحال شي ولد من ولادك الا كانوا عندك الولاد، ولا تعتبره بحال ولدك. غير المده ديال هاد الفيديو هادي اللي كتسمع هاد القصه ولا كتفرج في هاد القصه، بغيتك تحس به وتعتبره بحال شي ولد من وليداتك. القصه ديالو فيها بزاف ديال الاحداث، وفيها بزاف ديال الحوايج، وفيها بزاف ديال المفاجآت، وتقدروا شي حوايج يصدموك. غير تفرج معايا هاد لا فيديو. اول ميساج صيفطوا ليا هاد الولد عاود ليا على واحد النهار عيد ميلاده. هذا الميساج الاول اللي صيفطوا ليا نهار عيد ميلاد. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش واش انت كتعقل على لي زانيفرسير ديالك. انا كنعقل ملي كنت صغير، كنعقل باللي كان الوالد كيجبد واحد لي ديكوراسيون، كان ديكوري واحد الصالون، كنوجدوا لانيفرسير وكتجيو لاطارت كيجيب لنا لي كادو، وكتكون العائله كامله. ما عرفتش انت واش تعقل على لي زانيفرسير ديالك كيفاش دازو، واش كانوا زوينين واش كانوا خايبين. قلت الله حد دابا هما الوليدات كاين اللي ما عجبهمش، واخا كدير له انيفرسير ما تعجبوش الحال، ولا تعجبوش داك الكادو، ولا ما كيتسنى شي حاجه وانت كتجيب له حاجه ما كتعجبوش، يعني كتكون واحد شي حاجه ما راضيش عليها. هاد الولد تيعاود ليا تيقول لي الليله ديال عيد ميلادي ما طفيتش انا الشمع، مستقبلي تطفى. ديك الليله كان الشتا، خيط من السما، كان البرد. دخل الوالد للدار، دخل سكران، ما جابش ليا كادو. هو كان كيستناه انه يجيب ليه كادو، ما جابش ليا كادو، لا، جاب ليا الموت معاه. جاب ليا معاه ستيلو خضرا ويبرة، وشدني صحة، وبدا تيوشم ليا في يديا بالمداد والإبرة. كنبكي وكنغوت، والدموع كيسيلوا ليا وكيتخلطوا ليا مع الدم ديالي ومع المداد. تخيلوا الصورة كيفاش دايرة. سولتو قلت له فين كانت ماماك وفين شنو كيفاش هاد القضية. قال لي يما كانت عايشة الجحيم منذ سنين، وهزات اختي وهربات. الله يحسن العوان باش واحد الام بحال هكا تسمح في ولدها وتهرب. الله يحسن عوانها. احنا ما عارفينش القصه ديالها وشنو هذا، ولكن بقى هو عايش مع باه اللي كان كيعرف غير السبان والضرب والمعيوه. قال لي من هذيك الليله خرج من الدار وهربت، هو هرب من الدار، هبط للزنقه ومشيت للشمال. كنقلب على باغي نحرك، باغيش نبقى في هاد البلاد. قال لي ولكن ما لقيت غير جهنم فوق الارض. كان فراش الكاطون، كنت غطى بالسما. تما تعلمت المعنى الحقيقي ديال شنو هي الحقره. كنت عايشها مع الوالد، ولكن في الزنقه حاجه اخرى.
نيفو اخر باش ننسى البرد والجوع والضرب والحقرة. طحت في الديليو والاكستا، وليت كنغيب كل نهار غير باش ما نبقاش نحس، غير ما بقاش نحس. عرفتي شنو هي اصعب حاجه؟ ماشي هي الجوع، ماشي هي الضرب، ماشي هي الحقر. اصعب حاجه اللي كانت كطرني في حياتي في خاطري هي ملي كنشوف شي واحد مع وليداتو غاديين في الزنقه، هي ملي كنشوف شي عائله مجموعين وضاحكين. انا ما بدلت حتى شي حاجه من القصه ديالي، مبغيتش نقول سميتو، مبغيتش نقول مدينتو، ولكن كنت كنحس باللي انا وليت كندخل ونخرج في الهضره، كنعاود ليكم. ولكن صراحه علاش تاثرت؟ لان وليد صغير بحال هكا ولا بنيته صغيره بعيده على امها ولا بعيده على باها، كتكون صعيبه عليه انه تشوف واحد العائله مجموعه، ولا تشوف واحد البوين كيتهلا في وليداتو، ولا تشوف. داكشي علاش حنا ملي كنشوفو شي واحد في الزنقه ما كنردوش البال، ما كنتسوقوش ليه لدرجه اننا نحسو شنو كيحس هو، ولا نعرفو شنو مدوز، ولا نعرفو شنو هي الحاله اللي قدات وصلاتو انه يكون ضارب لحمو، ولا يكون خطاط، ولا يكون ضارب شي وشام، ولا مضروب في وجهو، ولا مشمكر، ولا موسخ. ما كنحسوش بداكشي. كاين هادشي كيعطينا واحد الانسانيه، اننا الانسان ما نحكموش عليه، بالعكس نشوفوا فيه بواحد النظره مختلفه. لا، ربما انت كبرتي مع والديك وهو ما لقاش هذيك النعمه، ربما انت عندك دابا فين تسكن وهو ما لقاش هذه النعمه، لانه من ذاك الوقت هو خارج من داره. بقيت كنتقطع، كنتلاوح من مدينه لمدينه، من زنقه لزنقه، وكنقول علاش انا، علاش هاد الظلم، علاش هاد الحقره؟ ما عنديش الحق نكون بحال الناس. كنت كنهرب من هاد السؤال بالتشاميل والتقطاع في اللحم. صراحه انايا ملي سمعت هاد القصه ديالو ما قدرتش نخليه بحال هكا. وانا ديما تنهضر على الشفاء من الصدمات، الشفاء من الراحه النفسيه. ما قدرتش نخلي واحد الوليد بحال هكا وما نعاونوش. داكشي علاش اتصلت معاه ودرت معاه موعد، وعاونته انه يفهم هاد الاحاسيس اللي كيحس بها، ويفهم هاد البليه، ويفهم هاد الشيء. نحاول نعاونو انه يوقف على رجليه، ويبدل هذيك النظره اللي كيشوف بها الحياه، واللي كيشوف بها دوك العقد، ولا يشوف بها دوك المشاكل اللي كيشوفهم دابا. على الاقل نعاونو بشي حاجه نفسيه اللي تقدر تبدل ليه النظره. انا غادي نخليكم، انا سجلت هذاك حصه الشفاء، ما غاديش نبينها، ما غاديش نبين وجهه، ولكن غادي نخليكم مع لقطات اللي كيفاش داز هذيك الحصه، وكيفاش انني حاولت انني نعاونو في هاد الحصه. دونك هاد لابارتي الاولى هي فاش بديت معاه الحصه وسمعت ليه، بقيت نسمع ليه واحد المده طويله، لانني كنسمع ليه باش نعرف اشنو، كيفاش تيهضر، تنعرف كيفاش كيعبر على داك الشيء. واش انسان، حيت كاين اللي ما كيقدرش يعبر، كاين اللي كيقدر يعبر، كل واحد وكيفاش. المهم كان خاصني داك البروميي كونتاكت، خليته يهضر واحد المده طويله،
وسمعت ليه. غادي نخليكم مع هذا المقطع الاول. الخوف ولا صاحبي، أنا الخوف وليت تنشوفو تيشوفنا عادي، الخوف ولفتو فهمتي. ما خلاو ما دوزنا عضونا الكلاب ديال الغوارديا سيفيل تعداو علينا، شدونا في حبس الحراقة 15 يوم بالجوع والعسا. كنت دوزت شي حاجة للآخر العزا راه عاودت لك أشنو كاين. فين غابة سول بلاصه؟ على الغابة ديال آه فين بلاصه هادشي؟ الفنادق، الفنادق في كالسياخ، وسول على الغابة ديال السيراميكا غادي يعاودوا لك الحقيقة بالليل. ديما تتلقى بنادم تدوز بنادم ميت قاتلو البرد تلقاه حدا. وهادشي شفتو أنا على 13 عام فهمتي، يعني ماشي شي واحد يلاه بادي هادشي هذا. وأنا راه الضواو ديال سبتة شفتهم، وإن شاء الله ناوي نغرب غنجيبها في هاد الضرايب هادي يا ربي تسهل إن شاء الله. هنايا انا قطعت، ما خليتش الهضره كامله، قطعت. ولكن اللي عرفته واللي ديتكتيته هو انه آه، الحدث اللي اثر عليه بزاف بزاف هو النهار عيد ميلادو، ونهار خرج من الدار من عيد ميلاد سما فاش بداو المشاكل كاملين. دوك هذاك هو بحال نقولوا هذاك هو التروماتيزم دو ديكلونشور، سما فاش بداو داك هو الحدث اللي مأثر عليه نفسيا بزاف. دونك بغيت نبدا له من هذاك الحدث باش نقدر نعاون. دونك سولته على داك الحدث وسولته على ديك الليله، اشنو كتحس ملي كتفكر، ولا شنو الافكار اللي كيطيحوا عليك ملي كتفكر هذيك الليله. هذاك النهار عمرو يتنسى. دابا انا ما غاديش نحيدو لك من عقلك، ما غاديش تنساه، ما غاديش تنساه، ولكن غادي ما يبقاش ضررك في خاطرك، فهمتيني؟ منين كتفكر هذاك النهار كتحس بشي حاجه مضيعه عليك. تحس بالضيقة، كتحس بها. تحس بالضيقة، فين؟ البكية. هنا في صدرك هنا؟ كتحس القلب تزير، تيبدا يتزير عليه. القلب بدا يتزير. شنو اخر؟ والبكية العين بدات العينين تيغرغروا الصراحة. مم. مم. انا غادي نعاونك انك هاد الاحاسيس نحيدوهم باش ما تبقاش تحس، باش ما تبقاش ضاينك في خاطرك، واخا؟ دونك هنايا منين خديت كاع الاحاسيس وخديت كاع المعلومات اللي نحتاجهم انايا باش نعرفوا كيفاش مأثر عليه هذاك النهار، هنا بديت معاه في العلاج النفسي باش يرتاح نفسيا من هاد الصدمة، من هاد الأحاسيس، من هاد الشيء اللي ضرره في خاطره. ملي كيتفكر هاد الحدث ما يبقاش هاد الشيء ضرره في خاطره. دونك درت معاه العلاج النفسي، ومن بعد بديت كنسولو باش نعرف واش ارتاح نفسيا من هاد الصدمة ولا باقا مأثر عليه. تفكر هذاك النهار وتقول لي شحال تقريبا كانت قبيله في 10، شحال دابا تقريبا؟ والصراحة نسيت، ودابا وتفكرني دابا تكون صافي برافو عليك. صراحة تعت الله. دابا تنفس مزيان. الراحة الراحة. واش كتحس بشي حاجه باقي ضراك في صدرك في خاطرك؟ لا لا صراحة هو شنو هو الافكار اللي كيطيحوا عليك دابا في راسك ملي كتفكر هذاك النهار؟ هنايا من بعد ما سولته على افكار جديده اللي كيطيحوا له في بالو، حيت من بعد الشفاء تيبداو كيطيحوا لك افكار جديده. ما كيبقاوش الافكار السلبيه وتوليو افكار ايجابيه جديده اللي كتقدر بهم تعيش واحد الحياه احسن من قبل. آه، قال لي افكار جديده طاحوا عليه مزوينين، عجبوني مزيانين. ومنهم انه سولني على الوشام، قال لي يا الوشام اشنو يمكن لي ندير ليه، واش يمكن لي، واش نقدر نحيدو، شنو هما الحلول اللي نقدر ندير. شوف، هاد القضيه ديال الوشام غادي نلقاو له حل ان شاء الله، ياك؟
غنلقاو له حل. وانا عارفك بلي انت غادي تقلب وغادي تلقى ليه حل، وغادي نلقاو له حل ان شاء الله. قبل من هذا الشيء انا بغيتك تقول لي شنو كتحس، واش كتحس براسك مرتاح؟ عاود دور ذاك الفيلم في راسك وقول لي واش الا شفتي فيه كيفاش كنتي وكيفاش وليتي، واش وليتي كتحس براسك. هادشي واش باقي. كتهضر زعما على حاليا في هذا الوقت فاش نهضر دابا. انا وياك؟ دابا. وراه دابا فاش كنهضر انا وياك، راه فاش تنشوف فيه راه بحال ما كاينش، فهمتي؟ يعني عادي بحال ما دايروش انا اصلا، برافو عليك اخويا، فهمتي؟ برافو عليك. انا فرحان لك بهذا الشيء اللي وصلتي له، والله فرحان لك. الله يستر عليك، الله يحفظك، شرف ليا. هنايا خاصني ولا بدا نعطيه شي نصيحة، خاصني ولا بدا ننصحو. داكشي علاش قلت له هاد النصيحة هادي. انا عاونتك في سبيل الله اخويا. الله يستر عليك اخويا. بغيتك حاجه وحده توعدني بها ليا الا قدرتي عليها، ليا اخويا. وهي تهلا في صحتك. الله يحفظك اخويا، الله يستر عليك، ضروري يا اخويا. تعي معايا انا نقطع البليان، والله راه مزيان هذا ان شوف شاء الله. شوف دابا البليه كنتبلاو بها ملي كتكون شي حاجه ضرانا في خاطرنا وكنبغيو. داكشي علاش تلاحيت ليها انا باش ننسى، فهمتي؟ راك عارف الدق تيطيح عليك من النواحي ديال البلايص، كنا تنشمو الدوري باش ننساه، زعما تحسي بالنهار والايام تيدوزو، فهمتي؟ ما كتفكرش دابا راه داري ليك مشكل، لا بغيتي عاد تلف واش، فهمتي؟ فهمتك. لكن الله يحسن العون. فرماج تقول بلا. لا شوف، لا، انا عارف باللي واحد الوقيته الله يحسن العوان. شوف هاد القضية ديال تقولبنا، واحد الوقيته الله يحسن العوان كتكون عشتي شي حوايج تقدر تقولب في البليه، تقولب انك كيفاش كتعامل، تقولب انك ما تعرفش ما تقراش، تقولب انك ربما ما تكونش فرحان، تقولب بزاف ديال الحوايج. كتكون عايش في واحد اللاوعي ديالك، لانك دوزتي واحد الحوايج في حياتك، وهاد الحوايج هادو خلقوا فيك واحد العقاد، خلقوا فيك واحد الطريقه ديال التفكير، خلقوا فيك هادشي. لكن ديك الوقيته واخا كنتي صغير ما كنتيش هذا، لكن ملي كتكبر وكتوصل لواحد المستوى، لا ما يمكنش تبقى مقولب، ما يمكنش تخلي راسك مبلي، ما يمكنش تخلي راسك كتعصب، ما يمكنش تخلي علاقاتك ماشي هما هادوك، ما يمكنش تخلي علاقتك مع وليداتك ماشي هي ديك، ما يمكنش تخلي علاقتك مع الناس ماشي، ما يمكنش تخلي علاقتك مع نفسك ماشي هي هذيك، فيها واحد علامات استفهام. علاقتك مع نفسيتك، علاقتك مع ماكلتك، علاقتك مع اي حاجه، ما يمكنش تخلي راسك بحال هكا. نو، كيفاش ان واحد الولد بحال هكا اللي مدوز العجب كيعاود ليا شنو مدوز في الغابه، من الحرمان، من الجوع، من الوحده، من الخوف، من ان التخلي ديال مو، من رافضه ديال باه، من الله اعلم ظلم، يعلم الله شنو كاين، وكياخذ تليفون وكيسول وكيبحث. تبارك الله، نعم الولد عطي الاداب والاحترام. ولد بحال هكا كيفاش كيهضر، وكيفاش كيهضر معاك، وكيفاش محترم، وكيفاش لا. هادشي الا عطانا شي حاجه غيعطينا واحد الدرس، انك ما حدك في الحياه، ما حدك خاصك تبحث وتقلب، وما تقولش انا بحال هكا وغنبقى بحال هكا. انا والله الا فرحان ليه بزاف، كنفرح بزاف ملي كنعاون شي واحد بحال هكا،
وبزاف ماشي غير هو، بزاف اللي تقيدوا معايا في المسار وتقيدوا معايا تبعوا واحد المسار خطوه بخطوه. انا درتو بالضبط لهاد الناس اللي ما تيقدروش يديروا واحد الحصص ديال العلاج النفسي من عند واحد الطبيب بواحد الثمن غالي، ويمشيو كل خطره ويشدوا الطوسبور ويمشيو عند هذا لا، المسار كتبعوا اللي يعاون بزاف ديال الناس انهم يخرجوا من ديك الحاله النفسيه اللي باقا ضارهم في خاطرهم. حيت ملي كتشافي شي حاجه ضرك في خاطرك، النظره ديالك للحياه كتبدل، الحياه ديالك تولي عندها واحد المعنى واحد اخر. تقدر تولي تخرج تاكل تصافى وتصاحب وتزوج وتولد وتخدم. النظره ديالك الانرجي ديالك كتبدل، الافكار ديالك اللي كيطيحوا عليك كيوليو مبدلين، الافكار ديالك كيوليو مبدلين. انا ديما هذه كنأكد عليها، شي الافكار ديالنا كينطلقوا من الاحاسيس ديالنا. شحال من خطره شرحتها هذه القضيه، شحال من خطره، ولكن نعطيك واحد المثال بسيط ديال واحد حقيقي، ديال واحد السيده كانت دارت عندي واحد لا ثيرابي اللي كانت كتخاف من الطياره. دابا هي مني كانت قبل ما تشوف، قبل ما تركب الطياره، شنو كان الافكار اللي كانوا كيطيحوا عليها؟ هو حيت هي كتخاف، يعني من انطلاقا من واحد الاحساس من الخوف، طيحوا الافكار ديال انها تقدر تموت، انها تقدر تطيح، انها من احسن ما تمشيش، انها تصافى بلاش، انها تبكي، ان شوف مجموعه ديال الافكار سلبيه منطلقين من واحد الخوف جاي كاين لداخل. منين كنشافيو هذاك الجرح، كنشافيو هذاك الخوف، كنشافيو هذاك الخوف اللي ما عندوش منطق، كنشافيو واحد الصدمه، كنشافيو واحد الحدث وقع لك، واحد شي حاجه اللي وقعت لك في حياتك وضراتك، كنشافيوها. شنو هما الافكار اللي ولاو كيطيحوا عليها جداد؟ هو انها السلامه كاينه في الطياره، هو انها يمكن ليها تسافر، هو انها كاع الناس كيسافروا. غادي تجي غتقول لي هادشي ما كيدخلش للعقل، ولا غادي تقول لي لا ما يمكنش، ولا غادي تقول لي هادشي ما كاينش. ولكن لا، هادشي علمي سيونتيفيك. ملي كتبدل الاحساس كيتبدلوا الافكار، مثبوته علميا. نرجعوا للولد ديالنا، تبارك الله عليه بزاف، ما كرهتش خليو له دي كومونتير تشجعوه، لانه باقي المستقبل قدامه، باقي قدامه بزاف د الحوايج خصو يديرهم. خليو له دي ميساج شجعوه. انا عارف باللي غيقراهم كاملين، انه متبعني وباقي انا اون كونتاكت معاه. الله يسهل عليه، الله يسهل على الجميع. وشجعوني انايا الى هذا المحتوى عجبك، قولها لي، شجعني باش ان شاء الله نقدر ندير حلقات اخرين بحال هكا. شكرا لك ومع السلامه.